النكرة في سياق النفي تعم. هذه كلها ترى صيغ العموم. النكرة في سياق النفي قلت أنا النفي تعم، مثل كلمة التوحيد لا إله، فكلمة لا هذا نفي، وكلمة إله هذا نكرة. إذا النكرة في سياق النفي فيدخل فيها جميع ما عبد من دون الله عز وجل، فلا إله مطلقا إلا الله تبارك وتعالى، لا إله مطلقا إلا الله تبارك وتعالى. طيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وين النفي؟ لا. وين النكرة؟ صلاة. فإذا لا تصح أي شيء يطلق عليه صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حتى صلاة الجنازة التي اختلفوا فيها ما حكم صلاتها، فهي صلاة ولا لا؟ إذا تدخل في هذا العموم. إيش اللي يخص صلاة الجنازة؟ الأصل بقاء العام، اللفظ العام لا عمومه، وهي نكرة في سياق النفي فتعم. طيب، قاعدة أخرى، النكرة في سياق النهي تعم. النكرة في سياق النهي تعم، كقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين النهي؟ لا تشركوا. طيب، وين النكرة؟ شيئا. فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فيدخل فيها كل شيء، فما قال لا تشركوا الملائكة ولا تعبدوا معي لا، قال شيئا، فيدخل فيها العيد من عبد الملائكة ومن عبد الشمس ومن عبد الأفلاك والقمر والكواكب والسماء والشمس، كله. هذا دائما نفي مجمل يسمونه، لا تشركوا به شيئا. ومن القواعد النكرة في